صورة الجسم، رؤيتك لجسمك، البودي ايمج بتاعتك. الموضوع ده هو اساس ان انت مش عارفه تخسي او عارفه تخسي، او لو انت شخص رفيع مش عارفه تزيدي في الوزن. اساس لخبطه كتير قوي في حياتك، اساس ناس كتير بتكون هي رفيعه بس هي شايفه نفسها تخينه. فانا بشوف ان الموضوع ده يمكن لما درست تغذيه وتدريب وكده اكتشفت ان التغذيه والتدريب هما يعني كانهم كده بيظبطوا الحاجات اللي على السطح، بس في جزء لازم يتظبط نفسيا عشان نعرف اننا نكمل ونعرف اننا نخس ونحافظ على اللي احنا وصلنا له. الموضوع ده هو صورة جسمك، رؤيتك لجسمك عاملة ازاي. انا اتكلمت في الفيديو اللي فات عن مشكلة الاكل العاطفي او اسباب الاكل العاطفي، وكان منها ومن اكتر الاسباب اللي قلت حتى كان الدكتور كان بيتكلم عنهم يعني في المحاضرة بتاعته، هم فكرة البودي ايمج او صورة جسمك في دماغك. معتقداتك عن شكل جسمك عامله ازاي، دي ملهاش علاقه على فكره بوزنك، ملهاش علاقه باي حاجه، ليها علاقه بدماغك، ليها علاقه بحاجات حصلت لك من الطفوله. تمام؟ عشان كده الموضوع ده مهم جدا ان احنا نتكلم عنه. مبدئيا يا جماعه من 35% ل 80% من البنات عندهم صوره جسمهم في دماغهم سيئه. تمام؟ الصبيان من 16 ل 35%. الموضوع ده منتشر اكتر عند البنات، عشان كده انا بتكلم النهارده بصيغه البنات مش بصيغه الولاد، لان الموضوع منتشر فعلا جدا عند البنات. الاسباب اللي ممكن ليه الموضوع منتشر قوي كده عند البنات، فكره ان البنت، احنا عندنا البنت اول حاجه بتتقيم بيها شكلها اكتر من الولد كمان، يعني اكتر من الولد. البنت لو مثلا بنت شكلها حلو فدي ليها فرص اكتر، ليها حاجات اكتر، متدلعه اكتر. لو بنت شكلها مش حلو تمام، هي بتكون شوية مختلفة، أو شوية التعامل معاها بيكون مختلف. كمان الراجل زي ما قلت مش مهم شكله. وحاجة كمان مهمة جدا إن إحنا كبنات في الوطن العربي بالذات الغالبية عندهم ضعف استحقاق. يعني هي ممكن الراجل يبقى شكله مش عاجبها، بس هي من جواها اللي هو إيه، يعني كتر خيره إنه رضوا بيا، فاهمين؟ يعني خلاص عريس أو شخص وخلاص. كمان فكرة لو انتي كشخص من الطفولة بيتقالك انتي شكلك مش حلو، مش لازم تخينة، بس مثلا عندك مشكلة في وشك، عندك مشكلة في جسمك، ايا كان، بتبدأي اللي هو تحسي ان هي وصمة كده عليكي. عارفين الشعور؟ اعتقد اغلب البنات في مصر بالذات عاشته، يعني الشعور اللي هو في وصمة عليكي من شكلك. كمان لو انتي رفيعه وزي الفل وجميله، بس مثلا المحيط بتاعك اهلك زايدين مثلا في الوزن، فبيتكلموا عن جسمهم بصوره مش حلوه، بيتكلموا عن جسمهم بصوره سلبيه، بيتزرع في دماغك ما الاهل دول يا جماعه هم الحاجه اللي هي من يعني بتدينا. تمام؟ فبيتزرع في دماغك ان انت كمان هتبقي كده، فبيبدا مع الوقت يحصل لك انفصال ما بين دماغك، يعني شكلك الخارجي، وشكلك في دماغك. تمام؟ النقطة دي يا جماعة خطيرة جدا. طيب دي الآثار أو دي الأسباب بتاعت إن أنا صورة جسمي في نظري وحشة. كمان في أسباب بقى مع الوقت، أسباب داخلية. هي فكرة مثلا ضعف تقديري لذاتي، أنا ما بحبش نفسي كفاية. تمام؟ من جانبين، احنا المفروض بنحب نفسنا ازاي؟ يعني ايه انا كشخص اكون بحب نفسي؟ انا بحب نفسي يعني انا بتكلم مع نفسي باسلوب كويس، بدي نفسي الحب المنطقي، الحب اللي انا محتاجاه مش مستنياه من حد. فانا بقول لنفسي انت حلوه، انت نجحتي في كذا، انت شاطره ما شاء الله، مثلا بعالج مشكله في وشي بدات تتحل فقشطه، ده انت بقيتي حلوه، ده انت جميله، وهكذا. و الجزء التاني من حب النفس هو الشغل العملي، ان انا بحب نفسي فاثبت لنفسي. يعني بحب نفسي فاروح اتمرن، بحب نفسي فاكل اكل صحي، بحب نفسي فاشتغل على جسمي. لو انا سايبه النقطه دي، انا قاعده كسلانه ماسكه الموبايل بقارن بقى، بشوف ناس على السوشيال ميديا وبقارن، وانا قاعده ما باخدش اي خطوه من خطوات تحسين شكلي، طبيعي ان البودي ايمج بتاعتي هتكون قليله جدا، طبيعي اكون رؤيتي لنفسي قليله جدا. النقطة المهمة اللي أنا هتكلم عليها في الحلول هي إن أنا بصة ليا من بره، بصة لجسمي على إن أنا عروسة لعبة، وإن جسمي ده هو مجرد شكل. تمام؟ النقطة دي يا جماعة خطيرة جدا، يعني نقطة إن أنا شايفة جسمي هو مجرد شكل
مجرد حاجه بخليني اطلعه من كل وظايفه ومن كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى مساعدني ان انا اعملها بجسمي ده. تمام. هقول لكم دلوقتي بقى على الحلول. مبدئيا في الحلول احنا لازم نعرف ان الحلول مش في يوم وليله، مش اللي هو هتعملي 1 2 3 فهتوصلي للنتيجه الفلانيه، لا ده شغل سنين. يعني انت واصله عشان توصلي لمرحله ان انت ما يكونش حاسه ان شكلك حلو، حاسه ان جسمك مش حلو وهكذا، انت واصله للمرحله دي متاخر. اول حاجه واكتر حاجه ان انت تلجئي لمختص. انا بالنسبه لي انا هيلث كوتش فبقدم الخدمه دي، والميزه معايا ان انت مش بس هتاخدي يعني مش هتاخدي بس متابعه اللي هو هتحبي جسمك ازاي وكده، لكن كمان انا اخصائيه تغذيه فاساعدك في نظام غذائي مناسب ليكي ولحالتك في الظروف اللي انت فيها. او تشوفي اي هيلث كوتش تاني، او لو الموضوع معاكي كبير ممكن تبقي محتاجه طبيب نفسي ومحتاجه كمان تاخدي ادويه عشان تسكتي الافكار اللي في دماغك دي. بس ايا كان انت محتاجه علاج سلوكي، حد تبقي بتتكلمي معاه وبيخليكي تعملي حاجات وتطبقيها وتتابعي وهكذا. تمام. تاني حاجه مهم انك تتفرجي على ناس بتمر بالظروف دي واتحسنت ازاي، مش محتوى لو عندك الظروف دي اعملي 1 2 3، لا، محتوى انا مريت بالظروف دي وحصل لي 1 2 3 4. بجد يا جماعه من اكتر الحاجات اللي اكتشفت ان هي بتاثر فينا كاشخاص ان احنا نشوف حد بيعاني من نفس اللي احنا عانينا منه، بيمر بنفس الظروف اللي احنا مرينا بيها، ونشوفه تقبلها ازاي وغيرها ازاي. تالت حاجه في النقطه بتاعه جسمك، انا زي ما قلت ما ينفعش ان انا اكون باصه لجسمي، ما ينفعش اكون باصه لجسمي على مجرد ان هو شكل بس، لا، لازم ابص لجسمي على ان ده الحاجه اللي انا عايشه فيها. بجد ركزوا في الحاجات دي. جسمك ده اللي انت بتقدري تقومي بايدك تعملي حاجات وتطبخي وتاكلي، رجلك اللي انت ماشيه بيها، الحاجات دي كلها. فجسمك مش مجرد شكل. النقطه دي هتخليكي تروحي لحته اسهل في انك تخسي او في انك تظبطي صحتك. هي فكره ان جسمي اللي صايمني ده انا عايزه اصوم. تمام. انا لما بمشي والاقي ركبتي وجعتني عشان انا زايده في الوزن، ما انا عايزه اخس عشان خاطر اعالج ركبتي دي، انا ركبتي دي اللي شايلاني. تمام. نفسي اللي وانا طالعه وانا نازله، لا، انا عايزه صحتي تبقى احسن. لان في حاجه مهمه جدا يا جماعه، لما بيجي حد يقرر مثلا ان هو هيعمل دايت ويتمرن وهو كاره شكله عايز يهرب منه، ده بيزود اضطراب تشوه صوره الجسم وبيزود الاكل العاطفي. لان بحس ان في حاجه في عار في الموضوع، فانا حاسه بالعار فعايزه اخلص. فجسمك ما بيحبش كده، دماغك ما بتحبش كده، فهتلاقي نفسك بعد كده وقعتي. الحاجة المهمة جدا اللي هتلاقوني بتكلم فيها والله العظيم في أي مشكلة في الحياة، الفراغ. يا جماعة يا جماعة الفراغ. ما ينفعش تبقى قاعدة ما بتعملش حاجة، ما ينفعش. عندي هدف، عندي خطة، عندي حاجة شغالة عليها، حتى لو الحاجة دي في شكلي، في شغلي، إن شاء الله أتعلم تنظيف البيت وأتطور فيه، إن شاء الله أعمل المحتوى، إن شاء الله أتعلم الخياطة، أي حاجة. ما ينفعش تقعدي فاضية، لأن كل ما بتقعدي فاضية بتلاقي الأفكار السلبية دي عمالة تجيلك كتير. بعدين لما بتبدأي تملي دماغك بتلاقي نفسك اللي هو أنا مش جسم بس، ده أنا مش شكل بس، ده أنا دماغ، ده في دماغ بتفكر، ده في شخصية بتكون أقوى بتتولد. تمام. ده بيديكي قوة كبيرة جدا عن لو انت شكل بس. يعني هقولك على حاجة كمثال، لو انت رحتي لرقاصة، تمام، واحدة بترقص، واحدة وظيفتها في الحياة بترقص وغنية، ورحتي لدكتورة أو لواحدة عاملة أي مشروع أو عاملة أي حاجة وغنية، الاتنين أغنياء في نفس الدرجة، مين هتحس إن هي محققة ذاتها أكتر؟ اللي مشغلة عقلها، اللي شغالة بعقلها، مش اللي شغالة بجسمها. اللي شغالة بجسمها دي مجرد شكل. فلازم شعور ان انا بعمل حاجه بدماغي، في حاجه بشغل عليها دماغي وبتطور فيها، بيديني شعور بان انا حلوه، بان انا استحق، بان انا محققه نفسي. تمام. فهتلاقي تلقائيا ان انا محققه نفسي وحابه نفسي، هتلاقي تلقائيا بقى موضوع شكل جسمك والحاجات دي كلها اتظبطت. ما تحصريش نفسك، انت مش باربي، انت مش عروسه لعبه. احنا كلنا بنخس، بنتخن، بتحصل لنا ظروف ايا كان، احنا مش عرايس لعبه، احنا بشر بنمر بحاجات كتير. شغلي دماغك انك تكبري، شغلي دماغك انك تبقي مش فاضيه، ده الحل الوحيد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. الكلام ما خلصش هنا، بس هنكمل في فيديو